السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كحك العيد. الطريقة فعلا دي يعني الأصلية، وفعلا هي طريقة يعني معتمدة، يعني جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وصفة سهلة وبسيطة وهتعجبكم جدا. انا معتمدة الوصفة دي بقالي سنين. كحكة مفرغة وبنعمله بكل التفاصيل اللي انتوا عايزينها، سواء بحشوات او سادة، عجوة، بالعجمية، بالملبن، بالمكسرات، زي ما تحبوا. الكحكة مفرغة وهشة وناعمة ما شاء الله. ان شاء الله هتجربوها، واول ما تجربوها مش هتغيروها ابدا. كحك العيد كده وعمايله ليها فرحة بلمة العيلة وفرحة العيد من صغرنا واحنا متعودين عليها. ربنا يديمها علينا فرحة يا رب. فهنشوف النهاردة تفاصيلها. يلا نبدأ. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا كيلو دقيق، والكيلو دقيق هنحط عليه 550 جرام سمنة، يبقى 550 جرام سمنة علشان الكحكة تبقى ناعمة ودايبة معانا. وهياخد 250 ملي لبن أو مية، أنا بعمله باللبن بصراحة وبيعجبني باللبن. معانا معلقة خميرة و5 جرام ملح. لو تلاحظوا انا ما حطيتش ريحه كحك، يعني قدرا جربتها مره، كنا طبعا في الغربه وجربتها لان الحاجات دي مش شرط نلاقيها متوفره، فجربتها عجبتني ومعتمداها من وقتها. بس لو متوفر ريحه كحك حطوا ريحه كحك، لكن هي من غير ريحه الكحك جميله جدا. يعني معانا العمل العجميه عسل نحل، هناخد حوالي 350 جرام عسل نحل، واخدنا 40 جرام سمنه دقيق، و35 جرام سمن. حطينا بقى السمن على النار، وحطينا يعني تقريبا معلقتين دقيق كبار ومعلقة ونص سمن. هنشوف واحنا بنقلب كده، لو لقينا السمن قليل والدقيق يعني لا مش سايب كده زي ما انتوا شايفين، هنزود سمن. لو لقينا الدقيق هو القليل قوي والسمن كتير قوي، هنزود شوية دقيق. بنقلب بقى لما الدقيق كده كأن بنعمل بشاميل بالظبط من غير ما يتغير لونه، وبننزل بالعسل زي ما شفتوا كده، ونفضل بقى مستمرين في التقليب، ما نسيبهاش خالص ايدينا فيها لحد زي ما ايدينا بتبقى في البشاميل بالظبط، ما بنسيبهاش لحد ما تخلص. دي مراحلها كده بوريها لكم، هي خطوة بخطوة. شايفين انا بختبرها، باخد قطعة ببردها كده واختبرها، لقيتها لسه بتمط احطها شوية. لما تلم كده بقى في الطاسة معاكم يبقى هي كده خلاص استوت. بطفي عليها واحطها تبرد او ابردها واعملها كور. حضرنا كمان الملبن، انا جبت ملبن احمر، هحط عليه معلقة سمن واقلبها فيه كويس على البارد، مش بنحطه على النار. ممكن تعملوا ملبن ابيض. معانا كمان عجوة، بحط عليها معلقة برضو سمن على البارد وبقلبها فيها. اللي يحب يحط عليها سمسم برضو حسب الرغبة. بنجهز كل بقى حشوتنا، ونيجي بقى للدقيق بننخله كويس. نحمص السمسم، ممكن ما نحمص السمسم لو هنعمل كده حفرة في الدقيق وننزل عليها بالسمن السخن، هياخد لون بس. يعني ايه، انا فضلت ان انا اقلبه على الدقيق. بنزل بالسمن مغلي. خلي بالكم الخطوة دي مهمة جدا وخطر. لازم الحلة تبقى معدن تتحمل درجة الحرارة، او اي نوع يتحمل درجة الحرارة، وما يبقاش في جنبي اطفال، ونكون حريصين جدا. بقلبها الاول بمعلقه خشب علشان درجه الحراره عاليه جدا، وبعد كده ابتدي ابسها بايدي. المرحله دي مهمه اني اقعد ابس فيها يعني حوالي 10 دقايق او اكتر. ببردها بقى باللبن بتاعي كده تهدى. بنزل عليها ب 250 ملي لبن شويه شويه واقلبهم. مرحله اللبن بقى ما ببسش كتير، بعد ما بحط اللبن تهدى كده العجينه من الحراره. بنزل بقى بعد كده برضو بالخميره بتاعتي وبقلب بقى، بس يدوب بلم العجينة، يعني مش بشتغل كتير بعد ما بحط اللبن والخميرة. انا الخميرة طبعا كنت مشغلاها مع معلقة سكر علشان اختبرها. هي طبعا خميرة فورية، وبرضو خميرة الخباء الفرن برضو نفس الكلام. شايفين العجينة، شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله العجينة جميلة جدا. هبتدي بقى اشكلها على طول، مش لازم اسيبها ترتاح، او لو حبيت اسيبها 10 دقايق يعني مش هتفرق كتير. مش متشققة ولا اي حاجة. لما الاقيها بقى كده حلوة مش مشققة بعد ما اكورها، يبقى انا كده ماشية صح. ابتدي بقى اكور العجينة. ده كان كحك السادة، ابتديت بالكحك السادة. اكور العجينة واتأكد ان الكور ما فيهاش اي تشققات كده، يبقى انا اضمن كده ان العجينة ان شاء الله ناجحة. وعلشان التشققات دي بقى هتبوظ شكل الكحكة، ويعني
لازم اتأكد من الموضوع ده كويس جدا. طبعا اكور واشك وابصم على طول، يعني ما استناش كتير، لان هي الجو برد وبتنشف العجينة وممكن تشقق معايا. وطبعا اكون برضو الكمية اللي انا بشتغل منها بغطيها، لان برضو الجو ساقعة، فممكن ايه بتخلي العجينة كده تعمل طبقة. فممكن اخد قطعة، لو انا عاملة كمية كبيرة اخد قطعة كده في طبقة على جنب واغطي الباقي واشتغل منها، ولما تخلص اجيب غيرها. ببصمها معاكم اهو بالاشكال اللي انتوا عايزينها بقى. اللي عايز يعملها بالمنقاش برضو يعملها، بس انا بستسهل ده بصراحة. شايفين شكلها مفيهاش اي تشققات ولا اي حاجة، ناعمة وجميلة جدا. طبعا اللي عايز الكحك خشن شوية يزود اللبن او المية، واللي عايزه ناعم يعني ما يعمل اللي انا عاملاه ده، او يزود او يقلل السمنة. بس بصراحة السمنة يعني 550 مخليه الكحكة ناعمة وجميلة. ابتديت بقى احشي معايا، كورت العجمية معايا وحشيت وشكلت. وانا بقى بعمل بقى بشكل هنا او ببصم، ما بضغطش قوي علشان الحشو. هنا برضو العجوة وانا بعمل حفرة كده في الكحكة علشان احط فيها الحشوة والمها كويس قوي، ما تبقاش الحشوة باينة من اي حتة، ويبقى انا حاسة ان حوالين الحشوة كله واحد، السمك واحد، مش ظاهرة من بره ولا شفافة وباينة من بره ولا اي حاجة. دي حشوة الملبن. اكور الكورة واعمل حفرة تكون في النص بالظبط، بحيث يبقى كل اللي حوالين الحشوة سمك العجينة واحد كده. احط بقى الحشوة بتاعتي والمها كده، بقفلها كده كأني بقفل وردة، اقفلها واكورها واحطها في الصينية. ولما اجي ابصم طبعا التبصيم يبقى بالراحة للحشوة، للكور اللي فيها حشوة او للكحكة اللي فيها حشوة، ما بضغطش قوي. وحتى لو فقدت البصمة بعد ما تطلع من الفرن مش مشكلة، بس هي مش هتفقدها قوي. طبعا ببصم كل الكمية بتاعتي، وبعدين بقى بدخلها الفرن على طول. ما بركنهاش تخمر يا جماعة، في ناس بتركن الكحك شوية يخمر، لا ما بركنوش يخمر، بدخله على طول مجرد ما اخلص تبصيم. تسوية بقى على درجة حرارة للسادة 150، للحشو 160 ل170. السادة هياخد حوالي 30 دقيقة، والحشو هياخد حوالي 20 دقيقة. يعني من السادة من 25 ل30 على درجة حرارة 150، واللي بحشو درجة حرارة 160 حوالي 20 دقيقة، مش اكتر من كده، ممكن اقل كمان، لانه طبعا الحشوة جوه مستوية مش محتاجة وقت في الفرن. الكحكة جميلة، شوفوا لونها من فوق وتحت عامل ازاي، وناعمة وهشة. يعني انا بضغط عليها كده ما شاء الله بتتكسر، دايبة يا جماعة، والله جميلة جدا وهشة ومفرغة من جوه ازاي، ما شاء الله. طبعا كده الفرن درجة حرارته بتختلف من فرن لفرن، فأنا ممكن يبقى فرني عالي، ممكن يبقى فرني على 170 أو 180، ده عالي. عند حد تاني يبقى هادي، فأنا أجرب الأول واختبر في حاجة بسيطة. شايفين شكل الكحكة بقى ما شاء الله، مفرغة من جوه، ده بالملبن. الكحكة ناعمة جدا، واللي بالعجمية طالعة ما شاء الله، العجمية طرية جدا زي الملبن، وده اللي بالعجوة. كل الكحكة ما شاء الله طالع حلو وناعم وجميل جدا. لو مشيتوا اتبعتوا الخطوات بالظبط اللي احنا عملناها مع بعض، الكحكة هتبقى جميلة وناعمة معاكم. واللي طبعا زي ما اتفقنا درجة النعومية بتختلف حسب الكميات اللي انا حطاها من السمن او المية او اللبن. اطلع الكحكة تبقى واخدة اللون الذهبي الجميل ده من فوق وتحت زي ما انتوا شفتوا كده. ده شكل الكحكة بتاعنا. ان شاء الله هيعجبكم، جربوها. هسيب لكم كل التفاصيل في صندوق الوصف، هيسعدني ارائكم لما اشوف في الكومنتات ان شاء الله. جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم، واذا مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واعملوا شير ولايك، وان شاء الله بإذن الله نشوفكم في وصفة جديدة. وكل سنة وانتم طيبين، في امان الله.